قالوا لي أنت حر بها، الحقيقة أنها كانت بمثابة التهديد، وحسيت أنه أكو شيء راح يصل لي وحصل. فبالتالي هذا يمكن هو كان المسوغ لأن يترك هذا الشاب المبدع كل الإنجازات اللي حققها حتى يطلع. المحطة الأولى كانت بيروت، لبنان. بيروت. أنا الحقيقة ما كنت ألعب، أنا كان في أستاذ يرعاني درسني الاقتصاد ودرسني المحاسبة، وصرت محاسب في البنك التجاري وكنت محاسب في الكوكاكولا أيضا. هو عيني الأستاذ اللي درسني الاقتصاد درسني الحسابات، هو فلسطيني كان الأستاذ إبراهيم أبو الندى. فبعد ما تعرضت لحادثة الاعتقال والتعذيب هو أيضا فيها، ورحت عليه فقال لي روح إلى بيروت وأخذ تأشيرة إلى الإمارات، وأنا راح أتصل لك بمكتب وقت الشيخ زايد الله يرحمه، وراح تروح تشتغل هناك في الإعلام عندهم. فرحت عن طريق بيروت، عرفت على غسان كنفاني الله يرحمه، وبعد ما تعارفنا وكان عنده مجلة الهدف طلب مني أكتب نقد على مسرحية أوكازيون لعصام محفوظ، فكتبت دراسة عن المسرحية وتقييم لها، فكلش أعجب بالدراسة اللي كتبتها. صرتوا على علاقة؟ وصارت علاقة، وسلمني القسم الثقافي في مجلة الهدف، وأسست فرقة مسرحية، وأسست قسم للسينما. لم يهدأ هذا الشاب الذي غادر العراق مكرها يعني؟ نوع من التعويض هو الحقيقة، يعني التعويض عن نشاطه سينمائي، لأنه صدي العين السينمائية صدي. إذا ما اشتغلت العين السينمائية ما صارت بالفيور صدي. أجواء لبنان تختلف عن أجواء العراق، يعني حتى الأجواء الجغرافية مختلفة. هل قدمت لك تلك البيئة الجديدة لقاسم، قدمت شيء جديد، رؤية جديدة؟ أكيد أكو شيء مختلف من حيث الكتابة حتى ومن حيث الإخراج أكيد حتى تكتب القصة أيضا في بيروت، يعني بالتأكيد أكو واقع مختلف، جو مختلف. ولبنان جميلة يعني متنوعة المواقع للتصوير أيضا. الجنوب اللبناني بيختلف عن المخيمات الفلسطينية، المخيمات تختلف عن الجبل، عن الساحل إلى آخره. لكن لكل سينمائي يعني ابن بلده، يعني أنا لا شيء يعوضني عن جمال النخلة مثلا. لا توجد شجرة تعوضني عن جمال النخلة، لا توجد مياه تعوضني عن جمال مياه الأهوار، ما في. يعني أنا أحب العراق، أحب العراق بعشق شديد جدا، يعني أحب الأماكن المقدسة في العراق، وأحب البيئة العراقية، وأحب الريف العراقي والمدينة العراقية. أحب العراق بشكل يعني غير طبيعي يعني. ولذلك لا توجد طبيعة تعوضنا عن العراق. لا توجد، خاصة في عين السينمائية. بس الشيء اللي اكتشفته بعد غياب طويل وعودة يعني بالوقت الحاضر، اكتشفت رغم اني احب العراق وشايفه، اني ما كنت اشوف العراق. يعني ذيك الفترات ما كنت اشوف العراق زين، واكتشفت بان الانسان ما يشوف الحياة بعينه، لا إلا بعد أن لا يشوفها بحريته، إلا بعد أن يراها بحريته. الإنسان يرى بحريته وليس بعينه. تمام. يعني بعينه بتشوف المكان لكن ما يشوفه. الآن هلا من رحت للبصرة شفت البصرة مدينة أخرى، هي نفس المدينة نفس النخيل، رحت لأبو الخصيب ورحت إلى الخندق ورحت هذه، بس صرت أشوفها مضبوط، أشوف التفاصيل. كان هناك يعني يسكنني هاجس من الخوف في المشاهدة، حتى مشاهدتي للحياة لم تكن مشاهدة طبيعية، وهذه هي الكارثة في التعبير عن الواقع السينمائي. فلذلك الآن هذا التعويض لو سميناه تعويض، التعويض حتى في حالة الإبداع التي يقدمها المغترب والمبدع العراقي خارج العراق، حالة التعويض لربما هي يعني تزيد من الجرعة الإبداعية عنده. أكيد. فبالتالي اللي داخل البلد يمكن مثل ما تفضلت حضرتك يمكن ما يشوف الأشياء على طبيعتها بشكل كامل مثل ما يشوفها الإنسان المغترب. تقييمك بشكل مجمل يعني خلال هاي الرحلة اللي استمريت فيها، وبعد هذا أيضا تأسيسك سواء على مستوى الكتابة والسينما في لبنان، التقييم للسينما العراقية، يعني كيف كانت عين قاسم تنظر إلى السينما العراقية؟ هو في الخارج ولكن هنالك مشوار يمشي في العراق، مشوار سينمائي. نعم. ما هو تقييمك للسينما في تلك الفترة؟ والله يعني أولا خلينا نتحدث بشكل صريح وواضح جدا، لابد من الصراحة، لابد من الحديث الصراحة. أكيد. العراق بلد ثري. في الفترة اللي سادت بالقوى الدكتاتورية في العراق كانت يعني السلطة الدكتاتورية كانت تريد الفن، يعني تريد الثقافة، ولكن بأي اتجاه. كانت تريد أن تستثمر الثقافة لخدمة الإيديولوجيا السائدة، وهذا هو الخطورة. فهم قاموا بإنشاء القاعدة المادية للإنتاج السينمائي.
يعني استوردوا أحدث الكاميرات، بلد ثري، استوردوا أحدث أجهزة الصوت، استوردوا المافيولات، أجهزة التغطية، استوردوا أجهزة الإنارة، استوردوا معمل مخابر للطبع والتحميض. يعني ساهموا في تأسيس القاعدة المادية للإنتاج السينمائي، ولكن بأي اتجاه؟ باتجاه شمولي، باتجاه فاشي، باتجاه تسخير وتكريس الثقافة والثقافة المرئية لخدمة إيديولوجيا معينة. وهذه خطورة عاشتها المجتمعات الاشتراكية وكل البلدان الشمولية. فأنا بالخارج كنت أرصد الحركة السينمائية بالعراق من منطلق أن الثقافة تتجه اتجاهات مخيفة، اتجاهات تؤدي ليس فقط إلى أدلجة الواقع الاجتماعي، بل أيضا يعني تساعد أو تسهم في تدني الوعي وتدني المستوى والقيم الجمالية. فصارت القيم الجمالية لدى الإنسان العراقي متدنية بسبب طبيعة وشكل الفني للإنتاجات السينمائية التي تقدم سواء من السينما أو من التلفزيون. تنخلق ثقافة، تسود ثقافة مخيفة جدا في المجتمعات. فكان خوفي على الثقافة العراقية والثقافة السينمائية أن تتجه باتجاهات فاشية مثل ما حصلت في مجتمعات الفاشية في ألمانيا وفي إيطاليا. هذا أستاذ قاسم، يعني هذا يذكرني بالفترة التي أراد فيها العراق أن ينتج أفلاما سينمائية ولكن بأسماء عربية. نعم. يعني هذا غريب بصراحة. أنه مو غريب، لأنه أنا قصدي الغرابة وين؟ الغرابة أنه هو وجود المبدع العراقي سواء اللي في الخارج أو اللي في الداخل، لكن يعني استيراد هذه الأسماء العربية في فيلم الأيام الطويلة وفي فيلم القادسية أيضا. يعني بالرغم من أنه على المستوى التقني السينمائي هم ما يعتبروا أفلام ناجحة. يعني أبدا ما لها علاقة. الموضوع كيف تشوف هذا الموضوع؟ متعلق بقضية الإبداع. يعني المصري مبدع، العراقي مبدع، بالعكس العراقي مبدع كبير يعني في كل مجالات. نعم. المسألة كانت بالشكل التالي: هناك كان إحساس عند السلطة السائدة في تلك الفترة في العراق بأن الفنانين العراقيين بحكم تواجدهم هم كلهم ينتمون إلى التيار الطليعي المتقدم في الحياة، أنهم لا يمكن أن يؤمنوا بالاتجاه الإيديولوجي السائد. يعني حتى وإن قدموا أفلام غير نابعة من القلب، فما يريدون، ما يقدرون، يعني ما يعرفون أن واحد عراقي لا يستطيع أن يعكس أو الأفكار أن يبدع، يعني أن يبدع في تقديمهم إلى الحياة إلى الفكرة الجديدة التي جاءوا بها. فجابوا استوردوا مخرجين مصريين ما لهم علاقة، يأخذون فلوس ويسوون أفلام ويقدمون طاقاتهم، فاعتمدوا على الفنانين المصريين. سيما وعدد غير قليل من الفنانين العراقيين غادروا، مو بس أنا، كثيرين غادروا. وهذا أيضا هذا يقودني أستاذ قاسم إلى غرابة أخرى. الغرابة الثانية هي كيف حصل في تاريخ السينما العراقية، ومعروف عن السينمائيين العراقيين والمبدعين العراقيين، كيف حصل أنه هذه سوف تسجل في تاريخ السينما العراقية مثل هكذا أفلام؟ يعني كيف قبلت المؤسسة السينمائية العراقية أنه تنتج مثل هكذا أو تساهم ولو بشكل بسيط مثل هكذا أفلام، وهي الآن يعني داخلة ضمن أعداد الأفلام العراقية التي أنتجت، هي يمكن لربما إلى الآن هي 101 فيلم عراقي كفيلم روائي طويل. يعني فكيف قبلوا بهذا الموضوع؟ كيف قبل الآخرين أنه حتى يمثلوا فيه ويعملوا في هكذا مستوى متدني؟ يعني المسألة مسألة يعني قسرية، ما بيها حرية اختيار. يعني الشخص اللي يكلف بإنتاج فيلم كان عليه أن يقبل، يعني إذا ما قبل عنده خيارات، يعني أما الموت أو الموت خيارين. يعني هذه الحالة استمرت من تلك الفترة إلى فترة ما قبل الحرب الأخيرة. نعم. وحتى ما بعد الحرب. يعني حصلت هنالك مستويات أو تجارب على الأقل أنه بدأوا بعض الشباب يطرحون أفكارهم. حضرتك كسينمائي كيف تقيم مستوى وحركة السينما ما قبل حرب 2003 وما بعد الحرب؟